كل سنة وانتم طيبين، ويلا بينا بقى نجهز احلى فتة للعيد. طريقتها سهلة جدا وبعمل فيها كام حاجة كده بتخلي طعمها رهيب. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. في حلة هنزل بمعلقة كبيرة من السمنة، وأول ما الحلة تسخن كويس هنزل بقطع اللحمة بتاعتي. استخدموا الكولاطة أو الموزة أو الضاني. هتبتدوا تشوحوا اللحمة كويس جدا كده لحد ما تاخد لون ذهبي خفيف. بعد كده هنزل بجزرة متقطعة وبصلة متقطعة، 2 لورا، 3 حبهان، وكمان بنزل ب3 فصوص من المستكة. وأول ما أشوحهم كده مع بعض كويس هنزل بقى بالمية المغلية أغطي بيها اللحمة، وبغطيها واوطي النار واسيبها بقى تستوي. واول ما تدخل في سوا كده بدخل فيها الشوكه بكل سهوله. هنزل بقى بمعلقه كبيره من الملح واقلبها واسيبها تكمل بقى بقيه سواها. وبس كده هي استوت معايا. شايفين بقى لون الشوربه تحفه ازاي؟ طريقتي مختلفة تماما في الرز. بحط 2.5 كوباية من المية المغلية، عليهم ورقتين من اللورة، ومعلقة كبيرة من الملح، و4 معالق كبار من الزيت، ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي. اقلبهم مع بعض واسيب الميه دي تغلي كويس قوي. وبعد كده بجيب كوبايتين من الرز، بكون طبعا غسلاه ومصفيه منه الميه، وهبتدي ان انا احطه في الميه دي. كوبايه الرز النوع اللي انا بستخدمه بياخد 1.25 كوباية من الميه المغليه، وفي انواع بتاخد 1 كوباية بس من الميه المغليه. يعني كوبايه الرز تاخد 1 كوباية بس من الميه المغليه. هسيبه يتشرب، واول ما يتشرب بوطي العين عليه خالص واغطيه واسيبه بقى يستوي براحته. والطريقه دي بحبها جدا لاني بتخلي الرز خفيف، وهتشوفوا قد ايه هيطلع مفلفل وحلو جدا من غير ما نشوحه. في حله هنزل بمعلقتين كبار من الزيت، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، رشه من الملح والفلفل الاسود. هقلبهم مع بعض كويس. اول ما الثوم كده يبتدي يصفر هنزل ب4 معالق كبار من الخل. اول ما يغلي كده هنزل بقى ب3 كبشات من شوربه اللحمه التحفه اللي احنا عملناها، واسيبهم بقى يغلوا مع بعض. احلى دقه ثوم بالشوربه هنسقي بيها العيش وهنسقي بيها الرز. وممكن كمان نستغنى عن الصلصه ونستخدمها هي بس للناس اللي مش بتحب الصلصه. جهز بقى الصلصه: معلقتين كبار من الزيت، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، رشه من الملح والفلفل الاسود. هشوحهم مع بعض كويس لحد ما الثوم يبتدي كده يصفر شويه. هنزل ب4 معالق كبار من الخل، معلقه كبيره من الصلصه بتاعت الطماطم. اول ما تغلي كده هنزل بنص كيلو من الطماطم المعصوره، وهقلبها بقى كويس. كبشه من شوربه اللحمه، معلقه صغيره من السكر، وهقلبهم مع بعض. وهظبط الملح بقى حسب الذوق. اول ما تغلي كده هوطي النار واغطيها واسيبها تتسبك نص تسبيكه، مش بتبقى مسبكه قوي وتقيله قوي. هنحمص العيش. هجيب بقى مقص اقطعه كده الاول بالطول، وبعد كده هقطعه مربعات صغيره بالشكل ده. هفكه كده من بعضه، وبعد كده هنزل عليه ب4 معالق كده كبار من الزيت، ومعلقه كبيره من السمنه البلدي، رشه من الملح والفلفل الاسود. هقلبهم مع بعض كويس جدا وعلى اعلى درجه حراره في الفرن. هسيبه بقى هيتحمص وهيبقى حلو جدا. والعيش بيتحمص هحمر بقى اللحمه في معلقتين كبار كده من السمنه البلدي، رشه من الملح والفلفل الاسود، وحمروها من كل الجوانب كويس جدا. خلوها تاخد قرمشه كده من بره وتبقى طريه من جوه، بتبقى خطيره. بعد ما احمر اللحمه كويس جدا هحط عليها بقى 3 معالق كبار كده من الدقه بتاعت التوم اللي كنت عاملاها بالشوربه. بجد بتنقل طعم اللحمه لحته تانية قوي، وبتطريها وبتخليها تحفه. والعيش بتاعنا اتحمص. هبتدي بقى اعمل احلى طبقات من الفته. هحط الاول العيش المحمص، هسقيه بالشوربه اللي هي عملناها بدقه التوم، بس مش قوي علشان انا بحبه برده مقرمش. لو انتوا عايزينه طري قوي يبقى اسقوه كتير زي ما انتوا عايزين، ده حسب ذوقكم. بعد كده هنزل بالرز المفلفل بتاعي. شايفين بقى الرز مفلفل وحلو ازاي من غير ما اشوحه ولا اعمل فيه اي حاجه، ولونه فاتح كده عشان انا ما بحبش اسقيه بالشوربه. انا بحب اسقيه بميه بس علشان يبقى لونه ابيض زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هننزل بالصلصه بتاعتنا الخطيره، وعلى الوش بقى هنزل بقطع اللحمه بتاعتي. وفي الاخر خالص بديها بس معلقتين كبار كده من الشوربه اللي احنا عملناها بدقه الثوم. وبس كده بقى جاهز عندكم احلى فته للعيد. شايفين بقى شكل الطبق يفتح النفس ازاي؟ بجد يا جماعه رهيبه وخفيفه جدا. دي هتبقى احلى طريقه فته هتجربوها وهتشرفكم قدام اي حد. جربوها، انا واثقه جدا انكم هتحبوها. وكل سنه وانتم طيبين.